بسم الله الرحمن الرحيم. احنا يعني فنانين اسيوط فجأة لقينا السينما الوحيدة اللي كانت شغالة بتتهد. مش عارفين ايه السبب ولا لصالح مين ولا ازاي يحصل ان يعني اخر سينما واقفة على رجليها في البافيه. ما عندناش سينمات تانية في محافظة اسيوط كلها. كان عندنا 2 سينما، واحدة صيفي وشتوي اللي هي أودولف الشتوي أو رينيسانس، بعد شوية سموها رينيسانس. الاثنين اتهدوا واتبنت بدلهم عمارات سكنية ملهاش أي قيمة، حاجة كده بتاع. فإحنا مش عارفين نكلم مين كفنانين وكمثقفين وكناس عادية في الشارع كشعب أسيوط، يعني مش عارفين نلجأ لمين. وإزاي الانهيار اللي حصل ده إن سينما تاريخية عمرها أكتر من 100 سنة وكانت على احدث نظام من قديم الازل. بنسمع عن سينما اودولف الشتوي اللي هي كانت يعني معلم من معالم اسيوط، ازاي تتهد وهيتعمل بدلها ايه وهيدفع فلوس ايه. والناس اللي عايزه ما يبقاش عندنا منفذ واحد للرؤيه المحترمه وللثقافه والفنون. يعني حتى السينما الوحيده اللي احنا كنا بنروح لها احنا وعائلاتنا تتدمر وتتهد لمصلحه مين؟ وباعوها لمين؟ وباعوها بكام؟ الحقيقه اسئله كتيره انا مش عارف اجاوب عليها. انما احنا عايزين نلحق، لو كانت في فرصه ان احنا نلحق كاهل وشعب اسيوط ان احنا نقف في وش الهجمه الشرسه دي والانهيار اللي بيحصل، يا ريت نلحق نعمل حاجه ونحفظ اخر سينما باقيه في اسيوط. وشكرا.